السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتعرف في تقرير مفصل على جميع القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، وهنتعرف هل القناة دي بدقة HD ولا ممكن استقبالها على أي رسيفر، بالإضافة إلى بحتاج طبقة قد إيه لاستقبال القناة دي، بالإضافة إلى اسمها. هنبدأ الأول بالقمر نايل سات. قمر نايل سات عليه قناة الأرضية الجزائرية بروجرام ناشونال HD، اشارتها قوية جدا، هتذيع عدد 17 مباراة مختلفة على النايل سات. زي ما حضراتكم شايفين تردد 11680، معدل ترميز 27500، والاستقطاب افقي. وننتقل للقمر الثاني. ننتقل بعد كده للقمر انتل سات 34 درجة ونص غرب. هو القمر تحت النايل سات بدرجة كبيرة، يعني هنزل بالطبق تحت. طبعا اشارة القنوات قوية جدا، ادي RTM1 و RTM2. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاشارة قوية جدا 92، يعني ممكن استقبالها برسيفرات عادية، مش لازم يكون عندي ريسيفر قوي جدا. تردد 12335، تردد 11526، معدل ترميز 12335، استقطاب رأسي. وننتقل للقمر اللي بعد كده. بعد كده نروح للقمر يوتلسات 9، وده اشارته قوية جدا، عليه اكتر من قناة. قناة RTL1 دي ساحل العاج، عندي قناة ORTM مالي، عندي قناة RTB. اشارات زي ما حضراتكم شايفين قوية جدا، 11 تردد 11900. اخر قناة عندي هي قناة ORTB بنين، دول هيذيعوا المفروض البطولة بالكامل. وبعد كده نروح للقمر اللي بعد كده. نروح بعد كده للقمر التركي تركسات على 42 درجة ونص شرق، وعندي قناتين هيذيعوا المباريات. القناة الأولى هي قناة TV8 HD، وTV 8 ونص HD 12 3 5 6، معدل ترميز 7100، استقطاب افقي. طبعا الاشارة زي ما حضراتكم شايفين قوية جدا. ونروح لاخر قمر عندي في منظومة استقبال قنوات كاس الامم الافريقية 2024. اخر قناة عندي هو القمر الصيني على 51 ونص درجة شرق، ولكن هي قناة بوكر TV، ولكن بيعيبها انها بتعوز اطباق كبيرة جدا لاستقبالها، وكمان التغطية بتاعتها مش قوية، ولكن هتذيع بعض مباريات البطولة. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس.